في إيه يا جماعة؟ الأجندة خلتكم تبوظوا عمل كان هيبقى أسطوري. واكتر حاجة وجعاني فاكر اني ما حبيتوش. بص يا معلم، أنا شاري إنك ماشي بأجندة وعايز تطبقها، وعارف إنك مهتم توصلها للمجتمعات العربية والإسلامية، سواء بقى في بطولات أو أعمال فنية. كل ده أنا فاهمه وأنت فاهمه، والكل فاهم من الكبير للصغير. ماشي؟ أنت حقك تعرض على منصتك اللي هي تخصك واللي بيدفع فيها فلوس اشتراك، تقول فيها اللي أنت عايزه، أفكارك بقى، على معتقداتك، على ميولك، كل ده حقك. إيه رأيك؟ اديتك حق، بس قصاد كده انا مستني حقي كمشاهد. دافع فلوس عشان اتفرج على قيمه فنيه، وهضطر ابلع لك اللي عايز تقوله طالما مغلفه زي زمان في شكل درامي. مش تقعد تبني لي انك الجامد الخارق اللي بيعرف يفكر ويعمل قصه فظيعه تيجي تخيش منك في الاخر. تعالى كده نرجع لورا ونفتكر واحنا صغيرين، كنا بنفرح ونحس بنفسنا قوي اننا كبرنا لما نقعد نتفرج على فيلم اجنبي او مسلسل اجنبي، ويا سلام بقى لو حفظنا كلمتين نتمنظر بيهم على اللي حوالينا، وكانت الحياه متفل وعشر. وكل اللي كان بيخوف اهالينا وقتها ان الاعمال دي ممكن يكون فيها لقطه جريئه او لقطه كده او كده بين البطله والبطل، وكان زمان يقول لك الفيلم ده كات او انكت حسب اختياراتك. ما هو اصل اللقطات الغراميه اللي بينهم مش مهمه في احداث الفيلم، دي هي لقطات دعائيه مش اكتر، فسهل تمشيها او تغمض عينيك او تاخد الشريط الكات وتلاقيها متمنتجه لوحدها لحد ما ظهرت المنصات. ادفع عشان تتفرج، وهنا رغم انك كنت بتدفع زمان بس كنت بتحدد الحاجه اللي هتشوفها عامله ازاي، لكن انت هنا بتدفع ومضطر تتفرج على اللي هم عايزينك تشوفه، ولو اتكلمت يبقى انت متخلف وراجعي، والكلام اللي واجعين دماغنا بيه باسم الحريات. وكل منصه بتطلع بتكون وراها اجندات كتير، مش اجنده واحده، تختلف من منصه لمنصه. كل عمل سواء فيلم او مسلسل هيرزعك واحده منهم، وهم وشطارتهم ازاي يحطوا لك السم في العسل. يعني تلاقيهم بيعملوا عمل اسطوري ويصرفوا عليه مليارات عشان يشدوا الناس، ويرموا لك اجنده في الوسط عشان تبلعها مضطر. ما هو اصلا حاططها لك في قلب الاحداث، ولازم تشوفها عشان تفهم الاحداث الجايه عن ايه، والمره تجيب المره لحد ما عينك ودانك يتعودوا على الحاجه دي، فتكون حتى لو مش بتعملها او مش بتشارك فيها فانت بقيت متقبلها بشكل غير مباشر. هوضح لك ده في المثال اللي جاي نتكلم عنه النهارده. كتير او ملايين في الوطن العربي اتفرجوا على مسلسل الرائع سترينجر ثينجز، المسلسل اللي شدك من اول سيزون وخلانا كلنا نتابعه. كلنا، اصل الحكايه والقصه لازم تشدك. 9 سنين بتشوف ابداع محروم منه في بلدك، وشطارتهم انهم تعبوا جامد في الحبكه عشان تعجبك. ما هو انت المقصود لازم الوجبه تكون حلوه عشان يعرف يخليك ما تحسش بالتوابل اللي هتتحط فيها، والتوابل هنا على ايد الواد ده اللي فجاه قرر يفتح قلبه في مشهد ملهوش اي دعوه بالاحداث، وايقاعه ضعيف وحبكته اضعف، ويخلي الحلقه دي تاخد اقل تقييم في تاريخ المسلسل كله. بص انا هاخدك لورا شويه، مش هنرجع لبدايه المسلسل، لكن هقول لك بدايه الحكايه بين المنصه والجمهور العربي. الاول لازم نفهم استراتيجيه المنصه نفسها. هي مش منصة كده وخلاص بتعرض أفلام ومسلسلات، لا هي كيان عنده رؤية وأجندة واضحة جدا. جزء كبير منها هو الريبريزنتيشن، يعني كل فئات المجتمع لازم تشوف نفسها على الشاشة. كلام من بره حلو ومتزوق وما اقدرش أقول حاجة عنه، لكن طريقة تطبيقه هي اللي عليها الكلام. فاكر لما قلت لك في البداية إنها بتعود عينك ودانك على اللي عايزة تقوله لحد ما تتقبله حتى لو مش مقتنع بيه؟ هي دي سياستها. بتعمل سياسة الضفدعة في المية المغلية، ودي نظرية بتقول إنك لو رميت ضفدعة في مية مغلية مرة واحدة هتنط على طول وتتفزع، لكن لو حطيتها في ميه بارده وسخنتها بالتدريج هتفضل مكانها، وفجاه هتلاقيها بتتسحب سنه سنه لحد ما تلاقيها طلعت من الحله. وهو ده بالظبط اللي بتعمله المنصه لما بتعمل حاجه موجهه للمجتمعات المحافظه زي مجتمعاتنا العربيه. الاول بتبدا بشخصيات ثانويه بتظهر في مشهد او اتنين، تلميحات عاديه جدا ممكن تعدي على المشاهد من غير ما ياخد باله، خصوصا لو مركز في الاحداث الرئيسيه والابهار اللي في العمل. بعدين الشخصيه دي بتاخد مساحه اكبر شويه، تبقى صديق البطل او ليها خط درامي فرعي زي شخصيه عمر في إليت او روبن في سترينجر ثينجز نفسها. واول ما المشاهد يبدا يعجب بالشخصيه الطيبه اللي ممكن تكون بتضحي او بتضحك ويتعود على وجودها اللطيف، تبدا الشخصيه دي تبقى هي البطل الرئيسي اللي الخط الدرامي بيحود ناحيتها ويخليها محور الاحداث، زي هارت ستوبر دلوقتي بنشوفه مع ويل. وحتى لما عملوا افلام عربيه، ما هو مين ينسى اصحاب ولا عز اللي قلب الدنيا في المجتمع العربي لما اتعمل بسبب شخصيه واحده. طبعا ده غير القلبه التانيه بس ليها وقتها في فيديو تاني. نرجع بقى لسترينجر ثينجز. شخصيه ويل من اول يوم وهي متخطط ليها انها هي اللي تشد الناس، يبقى لازم يكون الولد الحساس اللي بيحب اللعب مع اصحابه وبيحب الرسم ومحدش بيزعل منه. كده انا بنيت الشخصيه. ابدا بقى في الموسم الاول يكون هو الضحيه، مش بيظهر الا في مشاهد قليله، بس اختفائه لوحده هو اساس المسلسل وهو اللي بيحرك الاحداث. مظلوم وضعيف، ومين فينا ما حسش بالظلم او الضعف؟ حاجه تخليك تتعاطف معاه وتحبه من غير تفكير. ويجي الموسم الثاني ونلاقي الناس بتتنمر عليه انه رجع من الموت، وطبعا التنمر وحش واحنا اكيد هيصعب علينا انه حاسس بالوحده، غير الاحلام والكوابيس اللي بتجيله من المايند فلاير ولما بيفتكر اللي حصل له في الابسايد داون. كل ده بيخلينا نتعاطف مع زياده، جو ولاد العم المعروف، نتمسكن لحد ما نتمكن. كل ده ومفيش اي تلميح لحاجه لحد الموسم الثالث وهو متضايق من اصحابه انهم دخلوا علاقات عاطفيه، وهو الوحيد اللي عايز يلعب زي زمان. وبتبان اكتر بعد خناقته مع مايك لما مايك زعقله وقال له It is not my fault
يور دونت لايك جيرلس. الجمله دي كده بدانا نفهم ان في حاجه مش مظبوطه، بس معناش دليل. ويجي الموسم الرابع وفي مشهد العربيه وهو بيتكلم مع مايك وبيوصف له اللوحه، ويستخدم الكلام على إلا عشان يعبر عن حبه لمايك، لدرجه ان اخوه فهم ده وراح حضنه واحتواه في مشهد بعد كده. اللي حصل في ال4 مواسم ان صناع العمل كانوا بيبنوا شخصيه ويل بالتدريج، بيخلونا نحبه وبعدين نتعاطف معاه ونخاف عليه. كانوا بيجهزونا ان اللحظه اللي كل حاجه فيها هتبقى واضحه وصريحه. اللحظه دي جت في الحلقه ال7 من الموسم الخامس، اللي هي الحلقه اللي قبل الاخيره، واللي المفروض يكون فيها التشويق للنهايه وانهم يرفعوا الادرينالين للمشاهد ويحضروا نفسهم للمعركه النهائيه مع فيكتور. بس اللي حصل اننا دخلنا في حوار طويل وكاننا بنتفرج على مسلسل اجتماعي مصري ممل، مشهد طويل عريض ولا له اي لازمه. ويل الكيوت بيجمع كل اصحابه وعيلته ويقول لهم اخيرا انا مختلف، انا مش بحب البنات زي ما انتوا بتحبوهم. وهو يعيط واخوه يعيط وامه تعيط والكل يعيط، كلهم حضنوه حضن واحد. كان ناقص في الخلفيه اغنيه الاستاذ احمد سعد. واكتر حاجة وجعاني فاكر اني ما حبيتوش. انتوا بتعملوا ايه؟ عايز تعمل اجنده؟ طب خليك خبيث شويه زي ما عملت في الاجزاء ال4 اللي فاتت وانت بتمهد. لكن رميت الورقه في الموسم الاخير بالتفاهه دي. ومش هقولك ان المفروض بدل ما كانوا يركزوا في الهبل ده كانوا جاوبونا على اسئله كتير صعبه او مستحيل يتجاوب عليها في الحلقه الاخيره، الا طبعا لو اتكروت. عشان من الاخر احنا متفقين انك ليك اجنده وهتعملها، يعني هتعملها، بس اعملها بذكاء وانت شغال. ماشي هبلعها وقول اصل المسلسل حلو والشخصيات التانية حلوه وماليش دعوه بالكائن الوحش ده. لكن فجاه اللي كتب الاجزاء اللي فاتت بالابداع ده يبقى هو نفسه اللي مطبق على فيديوهات استاذ محمد في التيك توك، وتخلينا نشوف موسم عباره عن حوارات كتير واحداث قليله. هو مسلسل قلب اجتماعي امتى؟ ده انت حتى نسيت البطله اللي المسلسل قايم عليها، طلعتها ولا حاجه في الجزء ده. فين خطها الدرامي؟ فين الخط بتاع هوبر؟ طب فين الخط بتاع جويس؟ لا، وخليت فيكنا لما يحب يخوفه يسيب كل الطرق ويخوفه انه هيفضح سره لاصحابه. حتى فيكنا اللي خلتنا نحلم بكوابيس بسببه في الاجزاء اللي فاتت طلع عامل زي واحد صاحبك لما بتتخانق معاه ويقول لك انا هكشف سرك للي حواليك. في يا جماعه الاجنده خلتكم تبوظوا عمل كان هيبقى اسطوري. خد بالك الحرب على الاجيال الجديده بقت اصعب مما تتخيل، مش هيسيبوا حاجه الا لو يدمروا المجتمعات العربيه سواء من جوه او من بره. بس كده، قول لي بقى في الكومنتات ايه رايك في المشهد ده، وما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وما تخليش ويل يمنعك. سلام.